ستوب يعني. مباني او الانشاءات عموما في مصر. اكيد برج القاهره، بس ده كان زمان، دي حاجه قديمه. برج القاهره فعلا هو رقم 2، برافو عليك، 187 متر، وهو رقم 2 على الليست. معانا جديد في العاصمه الاداريه البرج الايقوني. البرج الايقوني، الله ايه ده؟ البرج الايقوني هو اطول مبنى عموما في مصر، طوله 393 متر. عارف 393 متر ده يعني تقريبا كام دور؟ لو الدور 3 يعني 100 دور، وزود عليهم 130 دور تقريبا. طب اديني هنتايه كده. ما هنت هسهل لك قوي، هنتايه كده. هو مبنى وزاري. وزاره الخارجيه. صح شارع النيل. صح، مبنى وزارة الخارجية المصرية، ده 143 متر، والمفاجأة ان ده في المركز الثالث. كده انت جايب الثلاث مراكز الاولانيين. طب والله حلو. بس احنا كده لا مش هنقفل الفيديو، نقفل الفيديو على كده. كده ناقص لك الرابع والخامس. حاجه برضه ليها علاقه بالحكومه ولا حاجه لا. استثماري؟ لا، حاجة ليها علاقة بالحضارة، وحاجة ليها علاقة، حاجة قديمة احنا شفناها كتير قبل ليها كده. علاقه بشغلي. اهرامات الجيزه. صح. انهي؟ 45 هرم خوف. صح. 45 146 متر كان، وحاليا بقى 138 متر، في 8 متر عوامل التعرية. ناقص لك رقم 5. رقم 5. معاك وقتك بقى. 5 4 3 رقم 5 2 مفيش حاجه 1. بما ان انت معرفتش، في المركز الخامس ابراج النايل سيتي، طولها 142 متر. فين معلش بقى ابراج النايل سيتي؟ انا معرفش المعلومه بصراحه مكانها فين بالظبط، بس اعتقد ان نايل تاورز اللي هي الراعي، لو حد يعرف يقول لنا في الكومنتات. يا جماعه فين نايل سيتي يقول لنا في الكومنتس. بس اللي انا اعرفه ان نايل سيتي تاورز دي هي الراعي الرسمي للدوري المصري. الدوري المصري ابراج نايل سيتي بالظبط. غالبا ممكن تبقى في العاصمه. ستوب ستوب يعني.